أم اليماني الصغير لمن ستكون السعادة هنا في ملعب ومدرجات مجمع السعادة هنا في مدينة صلالة؟ هل هنالك تحليق للصقور أم هنالك زئير للأسود؟ اليمني يحاول والسعودي يحاول. البطولة الثانية الآن تتربص بمن؟ الآن التحية بين الحارسين، تحية الود، تحية الحب، تحية الأشقاء. من دون أدنى شك الركلة الترجيحية الأولى ستكون يمنية للمنتخب اليمني الذي تقدم بالهدف الأول، والمنتخب اليمني الذي سجل في شباكه من خلال هذا اللقاء الهدف طبعا الثاني على مستوى هذه البطولة. كل هذه الملخصات تنتهي الآن، كل تلك الفوارق الآن تذوب من خلال ركلات الحظ الترجيحية. ينتهي كل شيء. الفيصل هو عند القفازات، إما قفاز يمني أو قفاز سعودي، إما لتألق المستمر لموسى العيد أو وضاح أنور. الركلة الترجيحية الأولى لصالح منتخب اليمن. من سيكون على التنفيذ هو نفسه الذي أضاع ركلة جزاء مع خواتيم شوط المباراة الأول، هو نفسه من تقدم للمنتخب اليمني. عبد الرحمن الخضر أمام موسى العيد. هل يتمكن الآن من الوصول إلى ركلة الترجيح الأولى، إلى تسجيل أول ركلة ترجيحية، إلى استعادة ذكريات ذلك النهائي المثير، ذلك النهائي الذي توج من خلاله المنتخب اليمني؟ الجماهير كلهم أنظارهم الآن صوب ركلة ترجيح أولى، صوب موسى أو الخضر. الخضر كذب خبر. الأخضر بواسطة ركلة ترجيحية ضائعة، والخضر يعطي الآن صورة حقيقة ومؤشر خطر من عبد الرحمن الخضر. هذا عندما يقول هذا كذب خبر. ضاعت الكرة. تتفنن على مين وتلعب على مين؟ موسى العيد. ضاعت فرصة أولى على المنتخب اليمني من ركلة الترجيح. الآن الوليد العوفي لصالح الأخضر السعودي. الوليد لم يظهر كثيرا. ماذا عن وضاح؟ الوليد ووضاح. الركلة الترجيحية الأولى، الوليد يسجل ركلة الترجيح الأولى لمصلحة الأخضر السعودي. الصقور تحلق بأول ركلة ترجيحية. لاحظوا بهذه الطريقة وضعها على زاوية أخرى ليست تلك التي ذهب إليها حارس المرمى. الزاوية اليمنى هي من ذهب إليها الحارس، الزاوية اليسرى هي من سكنت في من خلالها كرة الوليد العوفي. 1-0 من خلال ركلة الترجيح. الآن كرة قادمة بالنسبة للمنتخب اليمني. عادل عباس، ركلة ترجيحية ثانية لصالح المنتخب اليمني. حوار خاص أيضا منتظر بين وليد عباس وبين موسى العيد. عباس ولكن يعدل المنتخب اليمني من خلال ركلة ترجيحية ثانية، يتمكن من معادلة النتيجة، لكن الأفضلية ما زالت بالنسبة للمنتخب السعودي. وضعها بشكل ممتاز، وضعها في سقف المرمى بالقدم اليسرى، سجلها محرزا من خلالها الركلة الترجيحية الثانية بالنسبة للمنتخب اليمني بعدما أضاع الأولى. يسجل الآن وليد عباس صاحب هدف التعديل، أو هذا عبد العزيز عسيري، على تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب السعودي أمام وضاح. الأولى سجلت بواسطة الوليد العوفي، الثانية عن طريق عبد العزيز عسيري من أجل مواصلة التقدم، من أجل مواصلة التحليق للصقور الآن. لكن وضاح يتدخل
وضاح هو من يبعد، وضاح هو من يعيد المنتخب اليمني مرة أخرى إلى الواجهة. وضاح أنور يتصدى لمحاولة عبد العزيز الفواز أو عبد العزيز عسيري. ضاعت الكرة بتصدي كبير من جانب وضاح أنور. كانت الصورة واضحة بالنسبة لوضاح، وأبعد ركلة الترجيح الثانية لتصبح النتيجة مرة أخرى ركلة بركلة تعود الآن لصالح المنتخب اليمني. المنتخب اليمني من هو صاحب الركلة الترجيحية؟ هو هاشم الناشري. هل ينشر الفرح هاشم؟ هل ينشر الفرح هاشم أم لموسى العيد كلمة؟ هاشم الناشري وداها إلى صنعاء، من صلالة إلى صنعاء. أيضا ضاعت على المنتخب اليمني إلى المدرجات بهذه الطريقة بقوته ولكن برعونته أيضا إلى خارج أرضية الملعب في الوقت الذي ذهبت من خلاله الجماهير اليمنية تساند من خلف المرمى. ضاعت الكرة والركلة الترجيحية الثالثة لكي تعود الآن لصالح المنتخب السعودي عند مختار برناوي. الثالثة للأخضر من أجل التقدم بالركلة الترجيحية الثانية. برناوي مختار، أين سيختار؟ هل يختار المرمى؟ مختار برناوي يتقدم، لا يا مختار. وضاح أيضا هو الآخر يتألق. مختار لم يسجل، مختار لم يتقدم للأخضر. مختار وضعها سهلة إلى حارس المرمى وضاح أنور. هذه أوضح من الأولى، هذه أسهل من اللي ضاعت. هذه كرة لا يمكن أن تلعب بهذه الطريقة. مختار أيضا أضاع الثالثة على الأخضر السعودي لكي تعود مرة أخرى ركلة بركلة. ماذا أنت فاعل يا موسى؟ القادمة بالنسبة للمنتخب اليمني بواسطة اللاعب يونس ردمان هي الرابعة، الركلة الترجيحية الرابعة بالنسبة للمنتخب اليمني. يونس ردمان وموسى العيد. ردمان وموسى يسجل ويتقدم المنتخب اليمني لأول مرة بركلات الترجيح. المنتخب اليمني يتقدم لأول مرة بركلات الترجيح من خلال ركلة ترجيحية رابعة يسجل الثانية. يونس ردمان على يسار حارس المرمى يسجل الركلة الترجيحية الرابعة، وبالتالي 2 مقابل 1، ركلتين مقابل 1 لصالح المنتخب اليمني. من هو اللاعب القادم؟ عبد الله هزازي على تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة. هل يعدل من خلالها النتيجة أم يفتح الأبواب بالنسبة للمنتخب اليمني للوصول إلى اللقب الثاني؟ هزازي هذه رابعة من أجل ركلة ترجيحية ثانية ناجحة. هزازي ووضاح من سيتألق من خلال الكرة القادمة. ركلة الترجيح يتقدم هزازي، يتقدم ويسجل ويعدل، يسجل ويعدل. ركلتين مقابل ركلتين من خلال الركلة الترجيحية الرابعة. ينجح المنتخب السعودي بواسطة عبد الله هزازي لتصبح النتيجة الآن 2-2 بركلات الترجيح. عبد الله هزازي هذه المرة ليست إلى وضاح. الآن اللاعب اليمني البديل عبد الخالق محمد على تنفيذ ركلة ترجيحية خامسة لصالح المنتخب اليمني. عبد الخالق وموسى، عبد الخالق وموسى، يسجل عبد الخالق ويتقدم المنتخب اليمني 3-2 بركلات الترجيح. المنتخب اليمني يتقدم بواسطة عبد الخالق، وضعها أيضا في الزاوية الأخرى
بالرغم من تألق الكبير موسى العيد في المباراة، لكن ركلات الترجيح حتى الآن تؤول وتذهب لصالح المنتخب اليمني. وضعها في زاوية، الحارس ذهب إلى زاوية أخرى، المدرج اليمني يهتف مرة أخرى باسم الفوز بالبطولة. ركلة ترجيحية خامسة بالنسبة للمنتخب السعودي، خامسة للمنتخب السعودي. عبد العزيز الفواز الخامسة، الفواز. الحكم ماذا قال؟ الحكم قال اليمن بطلا لبطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخها بركلات الترجيح. من نفس البوابة يسيرون، من نفس البوابة يطيرون، من نفس الطريق يتألقون، وبنفس الطريقة يتوجون، ومن أمام الأخضر إلى كأس البطولة يصلون. لمن كل هذه القناديل تضوي؟ لمن؟ وهذه المواويل في العرس تشدو لمن؟ هل الأرض عاد لها ذيازا؟ لمن؟ لمن؟ لأجل اليمن. كل هذه الفرحة لأجل اليمن. هذه الكرة الأخيرة، هذه الركلة الترجيحية الأخيرة ما مرت، ما عدت، ما ذهبت، كانت يمنية. كانت السعادة لليمن السعيد من ملعب السعادة. هنا صلالة بعد الدمام، صلالة بعد الدمام، صلالة تزف الأفراح وتزف كأس البطولة إلى المنتخب اليمني. ركلة الترجيح الأخيرة ضاعت والأحلام اليمنية عادت، وبالتالي زئير الأسود هنا في صلالة. فرحة يمنية كبيرة جدا في المدرجات، صغارهم كبارهم نساؤهم أطفالهم كلهم الآن بمختلف أجناسهم يغردون في كل محافظات اليمن، في كل محافظات اليمن السعيد. بطولة أخرى لليمن، بطولة جديدة من بوابة غرب آسيا، هنا من أقصى شرق القارة، هنا في جنوب شرقها يتوجون بلقب جديد، بفرحة جديدة. أنا سالم السالمي أترككم مع هذه الاحتفالات، لأن بعض الاحتفالات وبعض الصور وبعض المشاهد هي وحدها لا تحتاج إلى تعليق. الفرحة اليمنية بين اللاعبين وبين الجماهير يرتفع العلم اليمني ومعه العلم الفلسطيني، ترتفع كل الرايات العربية. العزة للعرب، العزة لفلسطين، والنصر لإخواننا في غزة. هذه صورة جميلة تعبر عنها الجماهير اليمنية.